السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. من الشيء المعروف يعني في حياتنا اليومية يعني اللغة تعتبر هي واحدة من الأدوات الهامة جدًا وتعتبر أداة يعني وسيلة للتفاعل، وسيلة للتواصل مع الآخر. إذا كانت هذه اللغة مكتوبة، مقروءة، حتى لغة الإشارة، يعني المجتمع لا يستطيع أن يتواصل بدون وجود لغة، أيًا كانت نوعية هذه اللغة. حتى نجد إن إحنا الآن سبحان الله يعني كيف تطور العلم. ذوي الاحتياجات الخاصة يستطيعوا أن يتواصلوا بلغة الإشارة من خلال الفيديوهات، يعني نلاحظ في كثير حتى في الأماكن العامة. فيعني سبحان الله هذه الوسائل، هذه العلم اللي هو أصبح متطور، يعني ساعد الكثير حتى ذوي الاحتياجات الخاصة في تواصلهم مع الآخر. وبالتالي بما أن هذه اللغة تعتبر هي الأداة الأساسية، الأداة الفاعلة في التواصل مع الآخرين. إحنا تحدثنا في الحلقات السابقة في موضوع بعض الاضطرابات اللي تصيب الأطفال والمراهقين في مراحل النمو، وتعتبر اللغة واحدة من هذه الأشياء اللي يتعرض لها الطفل يعني في مراحل مختلفة. طيب من أين يتعلم الطفل اللغة؟ اللغة الطفل طبعًا في بداية حياة الطفل ينشأ في أسرة، ويكتسب الطفل من يعني في السنين السنوات الأولى من عمره اللغة من بيئته، من أسرته، تبدأ هي الحاضنة الأولى من خلالها يتعلم الطفل اللغة. وهذا ما نجده، يعني تجد إن الطفل موجود في الغرب أو موجود في الدول العربية وغيرها، فالطفل يكتسب هذه اللغة من داخل بيئة الأسرة، من هذه الجماعة الأولى التي يعني ينشأ فيها الطفل، وبالتالي يكتسب لغة البيئة التي عاش فيها. طيب متى تحدث هذه الاضطرابات والمشاكل بالنسبة لما يتعلق يعرف في علم النفس النمو باضطرابات الكلام؟ وكيف ينشأ هذا النوع من الاضطرابات، وما هي أعراض هذا النوع من الاضطرابات؟ يعني هذا النوع من الاضطرابات هو اضطرابات الكلام واللغة بالنسبة للأطفال عندها عدة أعراض ومظاهر. يعني تبدأ أولًا بتأخر الكلام، يعني مثلًا الطفل إذا كنت أنا كأم وأب لاحظت إنه في الفترة المفترض إن الطفل يبدأ ينطلق، يبدأ يتحدث، يتكلم. يعني نجد إنه في النمو لكل يعني فترة زمنية من عمر الطفل لابد أن الطفل يكون عنده حصيلة لغوية، يعني يكون في بعض المفردات، عدد المفردات اللي يكتسبها الطفل. إذا حدث تأخر أو حدث إنه الطفل ما يعني لم يتمكن من الكلام في العمر المحدد، هنا لابد أن ننتبه، هنالك يعني أصاب إنه هذا الطفل في مشكلة معينة. هذه واحدة من الأشياء، أولًا تأخر الكلام. نقطة ثانية اللي هو تعثُّر في الكلام، إن الطفل حتى لمّا يبدأ يتكلم يكون في عنده مشكلة في التعبير، في النحو، يكون عنده سرعة في الكلام، اللي هو يعني تجد إن الطفل يتكلم بسرعة بحيث إنه أحيانًا، وطبعًا هذه المظاهر وهذه السمات تختلف من عُمر لعُمر. يعني إذا كان في العمر الطبيعي فلا تعتبر هذه مشكلة. متى تصبح مشكلة؟ إذا استمرت ما بعد المرحلة اللي هي المدرسة، اللي هي بعد ال7 سنوات، فقبلها تعتبر هذه من المظاهر الطبيعية جدًا، وتعتبر هذه نوع من يعني من أشياء النمو بالنسبة للطفل. النقطة الثالثة اللي هي إذا كان الطفل أصبح يتحدث يعني يبدو إنه يعني يحرك رأسه، يكون في حركة الرموش، يعني يحرك قدميه، وتكون إنه الطفل يكون عصبي، وأحيانًا الطفل يتكلم وهو يكون يعض يعني أصابعه وكذا يعني. هذه المظاهر، وبإضافة لمظهر آخر اللي هي أعراض إنه الطفل يكون منطوي، يكون في خجل، يكون في عدم ثقة.
كل هذه المظاهر إذا كانت هذه السمات موجودة، أنا عندي هذه الأعراض موجودة، إن الطفل أحيانًا ممكن يتعرّض لما يسمى بفقد الصوت الهستيري، وأنا أتذكر في واحدة من الحالات طفل تقريبًا عمره 9 سنوات. هذا الطفل يعني كان متعلق بوالده، يعني يعني كان علاقته جدًا قوية بالوالد، وسبحان الله شاءت الأقدار إنه يعني فقد والده اللي هو أبوه توفى، الطفل مباشرةً فقد الصوت، يعني ما يتكلم، وطبعًا أصبح شيء غريب يعني بعد 9 سنوات إنه يعني الطفل يفقد صوته، إنه ما يتكلم، أصبح إنه خلاص أصم يعني وأبكم. فيعتبر هذا الشيء يعني فعلًا كان يحتاج إنه أخذوا هذا الطفل يعني وأخذوه لمستشفى متخصصة في هذا المجال، وبعد عرضه للمختصين أصبح إنه يعني لا يعاني من مشكلة عضوية، بل كانت هذه المشكلة مشكلة نفسية، وهذا ما يسمى نوع من أنواع الهستيريا، اللي هو فقد الصوت يعتبر واحدة من أنواع الهستيريا، بالإضافة للهستيريا اللي كذلك نوع آخر اللي هو الشلل الهستيري. فإذا كان هذا الطفل نتيجة لهذا الحدث تعرض وأصبح فقد صوته، بعد ما كان هو تكلم وكان طليق اللسان، لكن نتيجة لحوادث، نتيجة لتعرُّضه لصدمات، لضغوط حياة معيّنة، يعني أصبح لا يتحدث، في هذه الحالة يُعتبر إنه هذا السبب يكون واحدة من مظاهر، واحدة من الأعراض التي تعتبر يفقد فيها الطفل الكلام. طيب الآن نأتي بعد ما عرفنا إنه هي هذه الأعراض اللي هي الأعراض اللي ذكرناها، نأتي لنقطة أخرى اللي هي ما هي أسباب، ما هي مظاهر؟ من ضمن المظاهر عندنا الإبدال، يعني مثلًا أت ال يبدأ إنه يبدِّل حرف مكان حرف، مثلًا بدل ما يقول شحن حشن، يعني يبدِّل حرف مكان حرف آخر. مثلًا مثال آخر السكينة يبدِّلها بسكينة، يعني يغيّر بدل الكاف تاء. عندنا الإبدال وعندنا الحذف، إنه يحذف أحيانًا كلمة، يعني بدل ما يكون أكلت كلت، يعني حذف حرف الألف. سمكة مكة، يعني فتجد إن هذه من المظاهر الموجودة، عندنا الإبدال، الحذف، نوع آخر للتشويه. التشويه هنا يأتي إنه الطفل يغيّر يعني كلمة، مثلًا هي مدرسة بدل السين يبدلها بالثاء مدرثة، ضابط بدل الضاد يغيّرها بالضاء، فهكذا يكون هذا في الحذف. طبعًا الحذف يغيّر معنى الكلمة تمامًا. مظهر رابع اللي هو عندنا الإضافة، ويمكن تلاحظوا يعني حتى في حياتنا العامة في بعض الأطفال لمّا تقول له السلام عليكم، يعني يكرر يضيف السين مرتين. نقطة أخرى يقول باب، يعني فهذه واحدة من المظاهر اللي يكون فيها إضافة وتكون فيها حذف وتكون فيها يعني إبدال، فكلها تغيّر يعني تغيّر المفهوم حق مفهوم الكلمة، يعني نجد إنه إذا كان الطفل بدأ يبدِّل وبدأ يحذف، أكيد يعني طبعًا نعود مرة أخرى أنا أذكّر إنه هذه المظاهر أو هذه الأعراض إذا ظهرت بعد سن ال7 سنوات، يعني بعد سن دخول المدرسة، يعني الطفل كان هو في أمن وأمان، تحدث في العمر المناسب، كان لغته واضحة جدًا، فإذا حصل انتكاس وإنه تغيّر هذا الوضع، بمعنى إنه هذه تعتبر واحدة من اضطرابات الكلام. واحدة من اضطرابات الكلام تحتاج تدخُّل، تحتاج الاستعانة بمختصين، تحتاج من يقوم يعني يعني يعالج هذه الحالة، وأنا يعني ألاحظ إنه للأسف يعني حتى نحن في مجتمعاتنا تظهر هذه المظاهر وهذه الاضطرابات، لكن الوالدين ما يكترثوا، يعني ما يكون في اهتمام، بمعنى إنه يقول لِك مثلًا أحيانًا يقول لِك ابن عمه أو أخوه أو عمته أو كذا في العائلة إنه تأخّر وطبيعي حيرجع في وضعه، يعني للأسف إن يعني الوالدين ما ينتبهوا إلى أي مدى ممكن هذه المظاهر أو هذه النوع من الاضطرابات كيف ممكن يأثّر في حياة الطفل، يأثّر في كل شيء، يأثّر في الدراسة، يأثّر في علاقاته الاجتماعية، بل إنه يؤدي لنوع من أنواع الاكتئاب والنوع من أنواع اللي هي الانعزال الاجتماعي.
وهذا ما سنناقشه في الحلقة القادمة إن شاء الله. يعني وصلنا لختام حلقتنا فيما يتعلق بمفهوم هي اضطرابات الكلام وأعراضه ومظاهره، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في هذا الموضوع. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.